من ضمن الأمثال الشعبية اللطيفة أو حتى ممكن تسميه قول مأثور، كلمة بتتقال بنوع من المزاح لكنه مخبي وراها جد وحقائق كثيرة. المثل ده بيقول الحب بهدلة. يشهد الواقع وقصص لا تعد ولا تحصى من قصص الحب الصادقة، إن اللي بيحب من قلبه بيفني حياته في سبيل حبيبه، بيسلم قلبه ومشاعره وكيانه كله لأنه شاري هذا الحبيب، بيسامح رغم أنه مظلوم، ويصالح وهو مش غلطان، ويجتهد يطلع من حزنه ومشاكله عشان ما يشيلش حبيبه همه، ينفق من ماله وجهده ووقته استثمارا في هذه العلاقة. كل ما كان الحبيب بقى ده حنين وفي قلبه رحمة، كانت البهدلة دي على القلب زي العسل. وكل ما كان الحبيب عنده جفا وقاسي، بيبقى الحب ده بهدلة وعذاب. وأكتر حد الحب بالنسبة له بهدلة هو الأم. قرأت دراسة أن 75% من العنف اللي في البيت الموجه من الآباء والبنات لأهاليهم موجه للأم، سواء عنف لفظي خناق بصوت عالي أو ألفاظ جارحة، أو عنف بدني رزع أبواب وزق ومد إيد. 75% من الأذية دي موجه تجاه الأمهات. والسر سرين: استضعاف وضمان. في استضعاف، أنا عارف آخر أمي هتعمل إيه، شوية زعيق من غلبها يتطور لصريخ وبعدين تعيط، وده عنف أنا أعرف أتغلب عليه بصوتي الأعلى ونظراتي القاسية وكلماتي الجارحة، أنا عارف. وفي سر تاني كمان، مش بس استضعاف، أنا ضامن أمي، ضامن إن هي بعد ما تزعل هترجع وتطيب بخاطري، أو أنا هطيب بخاطرها وهتعدي، عشان هي عايزة تحافظ عليا من حبها فيا. أمي مش هتبيعني. ده اللي خلى صحيفة الجارديان تقول إن الشباب والبنات بعد ما يتجوزوا بيتصلوا بأمهاتهم 5 دقايق كل أسبوع. الأسبوع فيه أكتر من 10,000 دقيقة، 5 دقايق كل أكتر من 10,000 دقيقة. أنا يعني ضامن إن أنا لو ما اتصلتش هي هتتصل، والزعلة مقدور عليها وعمرها ما هتتبرى مني. وده نوع من استغلال الحب اللي هنتحاسب عليه، لأن كلما ازداد تعلق حبيبي بيا وأنا كنت قاسي، كلما ازداد بهدلة الحب، وده عكس الوفاء والشهامة. الأم عايزة حاجتين: عايزة جبر خاطر بحفظ المقام، وجبر خاطر بالسند وقت الحاجة. جبر خاطر بحفظ المقام، بيتكسر خاطر الأم لما تكون أنت عندها كل حاجة وهي بالنسبة لك حاجة تايهة في وسط الحاجات. يعني هي بتظبط يومها على خدمتك، تقف تطبخ وتجهز عشان تشوفك ربع ساعة على الغداء، تحكي معاك، ملهاش غيرك. عشان كده فتاوى العلماء كلها في اتجاه حفظ مقام الأم كأولوية، وإن الإنسان لو طنش أمه يبقى عمل بعيد جدا عن ربنا. سيدنا عطاء بن رباح بيسأله أحد طلبة العلم: تحبسني أمي في الليلة المطيرة عن صلاة الجماعة، لما الدنيا بتمطر أمي بتقولي ما تنزلش تصلي في الجامع، قال أطيعها. والحسن البصري كان عنده مجلس لقراءة العلم بعد العشاء، وأم أحد التلاميذ مستنياه على العشاء بعد صلاة العشاء، فسأل الشيخ الحسن البصري يعني، فقال: تعشى مع أمك، تقر به عينها، أفضل لك من حجة تحجها تطوعا. لو قعدت تاكل مع أمك أفضل من الحجة اللي بتحجها طبعا بعد حجة الإسلام. فالزهق وقلة الكلام والانشغال بالموبايلات واحنا قاعدين مع أمهاتنا، والرد على القد، وعقابها بالقمص لما تزعل انت منها لما هي ترفض حاجة معينة، ده عين العقوق. ان انا عاقب امي بان انا اتقمص منها وخاصمها، ده عين العقوق. انت مش عارف ده صعب قد ايه على قلبها. فعلا الحب بهدله. رقم 2، جبر خاطر الام بعد جبر خاطرها بحفظ مقامها ووضعها في الأولوية الأولى. جبر خاطرها بالسند عند الحاجة، اسندها لما تحتاج لك. حاجات صغيرة انت ممكن تعملها هي عندها كبيرة جدا، استحملها وهي عصبية. مشوار تسيب فيه أولوياتك عشان تقول لها انت مشوارك أولوية بالنسبة لي. ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المقرب منه، واحد يقول له أنا أمي عايشة وأنا عايش معاها، يقول له: والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. أمك دي هي أبواب الجنة كلها بالنسبة لك. لو قعدت معاها قعدة كده كنت حنين وطيب معاها. هم كانوا فاهمين إن أمك دي دينك وجنتك وعبادتك. اجبر خاطرها، وبلاش حب أمك ليك يبقى بالنسبة لها بهدلة. اللهم حنن قلوبنا يا رب على أمهاتنا، وارزقنا معهن الكلام اللين، واجبر بخواطرهن بنا،
وجعلنا لهن في الدنيا من أسباب النعيم.